قرار عاجل داخل النادي الأهلي. عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مباشرة مع اللاعبين شدد فيها على ضرورة الالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب، مؤكدا أن إدارة النادي لا تبخل على الفريق ماديا أو معنويا، لكن في المقابل لن يقبل أي تقصير أو استهتار. وجه الخطيب رسالة حاسمة للاعبين قائلا: الأهلي لا يعرف سوى الفوز، أي نقطة تفقد بعد الآن ستكلف كل لاعب خصم مليون جنيه من مستحقاته. ويأتي هذا الموقف ليؤكد جدية إدارة الأهلي في فرض الانضباط وإعادة الفريق سريعًا إلى طريق الانتصارات في مشوار المنافسة على لقب الدوري. ويرى المتابعون بأن أسلوب الخطيب الحازم يهدف إلى رفع الروح القتالية لدى اللاعبين، خاصة في بداية الموسم، حيث يسعى الأهلي لاستعادة هيبته محليا وقاريا بعد موسم شهد تذبذبا في الأداء. كما يعتبر البعض أن هذه القرارات قد تضع اللاعبين تحت ضغط إضافي، لكنها في الوقت نفسه تعكس جدية الإدارة في عدم التفريط بأي نقطة خلال مشوار الدوري المصري. تفاصيل جديدة في واقعة محمد هاني ومحمد معروف في لقاء الأهلي وفاركو. كشف الإعلامي سيف زاهر تفاصيل جديدة في واقعة طرد محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي. وكان محمد هاني تعرض للطرد في مباراة الأهلي وفاركو التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، بعد قيام حكم اللقاء محمد معروف بإشهار الإنذار الثاني والكارت الأحمر في وجهه. وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه ملعب أون المذاع على قناة أون سبورت: تواصلت مع محمد هاني وأخبرني أن حكم اللقاء محمد معروف قال له نصا أنا عرباوي. وتابع محمد هاني: أخبرني كذلك أن محمد معروف قال له أنا ممكن أديك إنذار تاني وطرد. بعدها محمد هاني قال له إحنا هنا في ملعب يا كابتن، قبل أن يفاجئه معروف بإشهار إنذار ضده ليخبره أن المرة القادمة سيحصل على الكارت الأحمر. وأوضح سيف زاهر أن محمد هاني أخبره بأنه عندما كان في طريقه للتغيير وتسليم شارة الكابتن لزملائه، قام محمد معروف بإخبار اللاعب بضرورة القيام بالاستبدال من الجهة المقابلة، رغم أنه كان متوجها لتحية اللاعب البديل، وأنه لم يستهدف إضاعة الوقت، ليتفاجأ اللاعب بقيام محمد معروف بإشهار الكارت الأصفر الثاني وطرده مباشرة.